I don't have time. اللوك نار وشرار. ليه الراجل فجأة بيتصرف معاكي بنرجسية او برود او اسلوبه اتغير؟ تعالي معايا في الريل ده واسمعي الكلام اللي انا هقوله في بداية الريل. احنا we don't have time. طيب مرة واحدة جوزي او الشخص اللي انا مرتبطة بيه او اللي بحبه بدأ يتصرف ببرود معايا، كأنه مش شايفني، بيتجاهلني، بيستخدم الصمت العقابي. في حاجة غلط كده بتحصل انا مش قادرة افهم هي ايه. رقم واحد، يا حبيبة قلبي نركز مع بعض في البلان، الكلام ده بفلوس، اللي مش هتسمع كلامي ما تتابعنيش، الكلام واضح وصريح. طيب في بداية الريل الموبايل هيقع. طيب بصي يا حبيبة قلبي، اول حاجه لما الراجل يجي يتغير فجاه او يستخدم اسلوب البرود، معنى كده ان الشغف اللي ما بينك وما بينه مات. يعني كان في حاجه بتلفته ناحيتك، مره واحده الحاجه دي ما بقتش موجوده، ما بقاش شايفها. حته ان الشغف او الروتين يدخل العلاقه بيغير طبيعه وطباع الراجل من ناحيتك، فتحسي مره واحده في خمول، في زهق، مش عايز يكلمك، مش عايز يرن عليكي. طب لو جوزك بينزل البيت ويسيبه، هتلاقي مهما تعملي مفيش اي اهتمام. طيب رقم 2، ايه اللي يخلي الراجل اسلوبه مره واحده يتغير او يتجاهلني او يتصرف بنرجسيه او يتصرف عكس اسلوبه عموما؟ يبقى كان عايز منك طلب يا حبيبه قلبي وانت رفضتيه، فبيعاقبك بالصمت العقابي او تغيير الاسلوب. يعني لو جوزك مثلا هتلاقيه قاعد ساكت في البيت، وشه مقلوب، ما بيهتمش باي حاجه، ما بيقربش منك. لو حبيبك او خطيبك او شخص مرتبطه بيه هتلاقيه بدا يزهق، ما يتصلش، ما يرنش، ما يزنش. طب لو حبيبك وخطيبك وبتاع وطالب طلب منها، يبقى لا، يزعل ويغور في داهيه، ما عندناش وقت ليه، وان شاء الله عنه يقعد في صمت عقابي 100 سنه. ما يتنيش دراعك بالخطه دي علشان تبعتي صور او تعملي تجاوزات او اي حاجه من الشمال، ما تتابعنيش. تمام؟ طب يا ايمان لو جوزي وطالب طلب وانا مثلا ايا كان الطلب اللي هو طالبه، فالطريقه دي بيستخدمها واسلوبه بيتغير فجاه عشان الطلب اللي هو عايزه، فحاولي ان انت تتراضي وتمشي الدنيا، لا تيجي على نفسك ولا تيجي عليه. بس دي من الاساليب والبلان اللي بيتبعوها الرجال لما بيغيروا اسلوبهم فجاه معاكي. نركز مع بعض، انا هرشهم لك اهم. رقم 3، اما اسلوبه يتغير فجأة ويستخدم النرجسية زي ما انا قلت، بيميل برضه للغموض، بيعمل حاجة عكس طبيعته. دي معناها ان هو فقد الاهتمام من ناحيتك، فغير اسلوبه فجأة، خصوصا لو جوزك، واستخدم الصمت العقابي او الهدوء او الغموض عشان انت تفضلي تسأليه مالك، فيك ايه، تفضلي وراه. فقد الاهتمام. فشعور فقد الاهتمام لما يحس الراجل ان انت ما عدتيش مهتمة بيه او ما عدتيش شايفاه، بيستخدم الصمت العقابي اللي انت بحطها معايا في الاستشارات لما جري الراجل ورا الواحدة. فهو برضو بيستخدمها معاكي علشان خاطر تقعدي تساليه مالك، فيك ايه، احكي لي، ترجعي تهتمي. عايز يقوي العلاقه تاني، عايز يحس ان انت مهتمه بيه. فالثلاث حاجات اللي قلتها في الريلز ده، لما الراجل يغير اسلوبه اعرفي تماما يا اما الشغف راح في العلاقه، يا اما هو متضايق منك وفي طلب معين عايزه، يا اما انت ما عدتيش تهتمي بيه فعايز يحس ان انت مهتمه بيه. الثلاث حاجات دول هم اساس تغيير اسلوب الراجل فجاه، مفيش غيرهم ولا بدلهم. شيري لي